عليكم متتبعين ديال بليش، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي درتو؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اختكم مطبخ ام عمر. اليوم جبت لكم طريقه تحضير السفه. جايين واحد الضياف ولكن ماشي ضياف، راه موالين الدار. المهم جايين عندنا، مرحبا بهم. وقلت غادي نشارك معكم السفه حيت ما عمر درتها معكم في القناه، غادي نصاوبها معكم ان شاء الله. الدجاج راني رديته كيطيب البنات. دابا غندير معكم السفه دغيا كتوجد وما كتجي لا معجنه لا والو. كنديروا لها شويه ديال الزيت. القياس اللي بغيتو ديروا البنات كيلو، ديروا كيلو ونص على حسب كل واحد شنو كيدير. غادي هكا نبسوها بالزيت كلها حتى نشوفوا الزيت دخلت لها مزيان. نديروا دابا لا ملح لا والو، غير الزيت صافي. والبرمه حتى ها هي الكسكاس غادي نخويه هكا البنات. وغادي نديرها تفور واحد بما تشوك وتوقف. غنوريكم تفور مزيان التفويره الاولى. وراني رديت الغلاي كيطيب باش غادي نخوي عليها الماء طايب البنات في المره الاولى. المره الثانيه غادي نرشها غير الماء بارد. هانتوما المهم غنوريكم مضغوطه ودغيا كتوجد، ما كتشدش الوقت كاع نهائيا. هانتوما المهم ما نخفي حتى حاجه فوق الصحن. صافي غادي نديرها. هانتوما غنديرها تفور. هانتوما البنات البرمه ديالنا غلات وغادي ندير هذا التفور هكا ونخليها تفور. غنغطيها هكا ونخليها تفور. وهانتوما هاد الدجاج ديالي اصلا الدجاج محمر راه عندي في القناه، اللي بغى يدخل القناه وغيلقى هاد الدجاج ديالي راه تبارك الله قريب يوجد. الدجاج محمر قلي فاسي على حقه وطريقه يا المتتبعين. طايبه البنات، ها هو رديت الغلاي طاب مزيان باش نوجدوا للسفه ان شاء الله، باش نوريكم الطريقه كيفاش غنخدمها. وهاد الكاكا البنات الا قدني الوقت غندير لكم به واحد الديسير واعر بلا فلو بلا حتى حاجه، وكيجمد وكيجي غزال. جربوه على حسابي. المهم الا قدني الوقت انا غنديرو لكم وتشوفوه ان شاء الله. يلا بقاو معايا وما تزافيوش في المكان. هانتوما بعد ما رديت السفه كتفور، غادي ندوز للديسير اللي غادي نشارك معكم. المهم كنشوف كان شي عظم. ها هي هذيك هي الكاكي، ها هو غسلته ونقيته وطايب. خصو البنات يكون طايب باش يجيكم هاد الديسير زوين. غادي نقطعو هكا، غادي نخويه في الخلاط بحال هكذا. كيجي زوين البنات، خفيف. والسكر على حسب كل واحد شنو كيبغي. كاين اللي كيبغي الحلاوه واللي كيبغيه عادي خليه عادي. انا غندير واحد 2 معالق كبار ديال السكر. وهذه البنات هاد النكهه ديال الموز كتجي واعره. هذا راه الروح ديال الموز. نديرو منه غير واحد شويه كيتواتى مع هاد واحد الريحه كيطلق واعره ياك وصال. دابا غادي نخلط لتر ديال الحليب و4 ديال الكاكيات الحبات، ولا كانوا داك الكبار ديروا 2. وغادي نطحن الغطاي ونتلاقاو ان شاء الله. دابا البنات من بعد ما طحنته كما كتشوفوا، دابا غنخوي في هاد الكويسات اللي بغيتو خويوه. سبحان الله كتخليوه يبرد كيجمد بلا فلون بلا حتى حاجه. بحال هكذا كيجي ديسير خفيف وراقي وزوين. وجربوه لوليداتكم البنات. المهم انا كنتقاسم معكم داكشي اللي كنديرو، كنتقاسمو مع خواتاتي. نتمنى يعجبكم. بحال هكذا. وغادي نديرو في الثلاجه يبرد مزيان. هو كل ما برد غادي يجمع راسو يشد راسو مزيان. نعمر انا هاد الكويسات وان شاء الله
نديرو يبرد ونتلاقاو ان شاء الله نوريكم السفه، نكملوا السفه خواتاتي، بقاو معانا. هانتوما بعد ما صافي تفورت التفويره الاولى خصها دير هكا البنات حتى تبدا هكا مشوكه، عاد نحيدها ما نديرهاش في القطعه، غنديرها هنا. واخا هادو ما تخافوش، هاد الجناب هادو غير العرق ديال الكسكاس، غادي نخويها هنا وغادي نخوي عليها المطايب البنات. هاد الطريقه دغيا كتوجد ودغيا كتنجح وما كتجي لا مهجنه لا حتى حاجه. هانتوما انا شاركتها معكم. غادي نخوي المطايب. هانتوما المطايب طابق السبوله بحال هكا، تنغطيوها بحال هكذا وغادي نبقى نحلها في هذا الماء. نحلها هكا البنات بحال هكذا. كما كتشوفوا كتحلوها حيت كتكون مشبكه البنات باش يدخل هذاك المطايب، باش منين نخليوها تنشف شويه وردوها تفور ما تعجننا ما والو، تكون طايبه كلها لا من الداخل ولا من برا. هانتوما كما كتشوفوا دابا غادي نصفيها من هذا الماء ديالها في الكسكاس ديالها. الكسكاس غادي نردها نصفيها. انا غندير حداكم كلشي. انا كنبغي البنات نشارك معاهم كلشي وكنشكرهم جزيل الشكر. كيدخلوا عندي مساكن الخاص وكيقولوا لي عزيزه كنتبعوا داكشي ديالك كله كيصدق لنا. بصحتكم اخواتاتي بالصحه والراحه، والله ربي راه شاهد الا كنعطيكم داكشي من القلب، وربي راه شاهد عليا، راه بحال اللي انا كنعطيه لخواتاتي، راه كنحس بكم خواتاتي والله. هانتوما البنات انا صفيتها كلها، نحيد من هذاك المطايب. انا كنوري غير البنات اللي مبتدئات ولا بغا طريقتي، ما البنات اللي عارفين تبارك الله راه ما شاء الله عليهم الله يعاونهم. المهم انا كنتقاسم معكم طريقتي كيفاش. صافي بحال هكذا وغادي نخليها تستقطر. هذا البول هذا غنخليها تستقطر شويه، نحيد هذا الماء من القصعه ونردها في القصعه تنشف مزيان، وعاد ان شاء الله نكمل معكم. وهاد الدجاج ديالي طاب غادي نحيدو لهاد المريقه وندهنو وندخلو الفران ونكمل نحمر التغميره ان شاء الله. والدجاج خلاص راه عندي في القناه، دخلوا شوفوا. ثانيه كما كتشوفوا دابا غادي نرشها غير بالماء بارد. كما كتشوفوا غادي نحلها بحال هكذا. كنحلها بيدي البنات. صافي حلوها مزيان بحال هكذا. ديك الساعه ترشوها بالماء، الماء بارد البنات. دابا غادي نعطيوها شويه الماء بارد. صافي ونخليوها نحلوها مزيان بحال هكا. ها هي حركتنا نخليوها تنشف. هذا الماء البنات ديالها هذا الماء ما يبقاش نشف. صافي وردوها تفور الفوره ديالها التاليه كاع. صافي ثلاثه التصويرات عندها، التصويره الاولى وهذه الثانيه. هذه باش تشرب غنديروها هي الثالثه. هانتوما داك الماء نسيت ما قلت لكمش، الماء اللي كنت حاطه بارد كنت دايره فيه الملحه. ها هو الملحه كتخليوها كتذوب وكتبداو ترشوا بداك الماء باش تجيكم السفه بنينه ما تجيكمش باسله. نسيت ما وضحتها لكمش. صافي دابا هانتوما البنات راه نشفات. دابا غادي نديرها تبخر. ديروا الماء في الملحه الماء بارد
خلطوها مزيان وديروها. هانتوما دابا راها نشفات، دابا غنديرها في الكسكاس ونخليها تفور التفويره ديالها التاليه، نخليها تفور مزيان ان شاء الله. كنبغي نقدمها ان شاء الله ونطلقها. البنات ها السفه ديالنا طابت، درت لها هي الزبده، درتها كدوب. شوفوا كيفاش كتولي محلوله. درت لها شويه السكر كلاصي، تقدروا تفاداو السكر كلاصي وديروا نيسلي. المهم انا عطيتها لكم بسيطه، الطريقه ديال الطياب ديالها هي المهم. هانتوما غادي نحلها هكا بهاد الزبده وهاد السكر كلاصي كما كتشوفوا. وغنوريكم اللوز. انا قليت اللوز ها هو، وها الزبيبه البنات طيبته وعسلته بشويه القرفه وشويه الزبده وشويه ديال الماء زهر، وها هو كما كتشوفوا. ودابا انا بغيت نديرها في هذا القالب هذا المول، وهانتوما بقاو معايا بما نعمرها في هذا المول ونطلقها. من بعد ما طحنتو درتو في هاد الكويسات، هانتوما راه يلاه كملتو. هانتوما راه كيجمد بلا ما عاد برد. دابا غادي ندخلو الثلاجه، نغطيه بالسلوفان ندخلو الثلاجه يبرد، ومن بعد غادي نزوقوه باش ما بغيتو ولا خليوه هكا. المهم اختيار كيبقى ديالكم. المهم الديسير ونستافدوا من هذا الديسير، كيكون غير مره في العام نستافدوا منه البنات. وعطيتكم فكره. كاين اللي ما كيبغيش ياكلوا هكاك، يديروا هكا ديسير لوليداتو هكا ولا الضياف هكا كيجي مزيون. انا غنغطيه بالسلوفان نديرو في الثلاجه ونطلقوا ان شاء الله. نطلقوا ان شاء الله في الشكل ديالو النهائي ونكملوا الصفه. يلا بقاو معايا. نتوما البنات هاد الدجاج سمحوا لي كاع ما وريتكمش لاضه. وهذا المهم الضياف جاو كنحط لهم يتغداو. هاد الدجاج انا حطيته، والمهم بقات الصفه انا نتقاسمها معاكم. هانتوما البنات انا ما بقيتش لي صور لي عجات بنتي تكمل معايا. ديروها في هذا الشي مول ديال الكيكه ولا حطوها غير بلديه عاديه. انا راني زربت عليها. الضياف راهم كيتغداو خصهم، راكم عارفين ملي كيكون لون الضياف صافي. المهم زوقتها بسيطه عاديه، ما درتها لا بتمر معمر لا حتى بحاجه، بلديه عاديه. نتمنى تعجبكم، والطريقه ديالها ساهله، راه عطيتها لكم بالتفصيل. المهم ديروها لوليداتكم راه كتجي زوينه. نتمنى تعجبكم. هانتوما الشكل ديالها، نتمنى تعجبكم وترافقكم. وشكرا لكم. فيديو جديد ان شاء الله مع مطبخ عمر. ما تنساوش في اللايكات والتعاليق الزوينه. وشكرا للمتتبعين الجدد. هانتوما البنات غادي نجبد معاكم باش نوريكم الديسير بالحق نزوقو. هانتوما زوقوه باش ما بغيتو بالكاجو ولا كاوكاو ولا اللوز. المهم خليوه هكاك حتى هكا كيجي زوين. المهم هكا نعطيوهم شكل زوين راقي. وهذا البنات والله الا طبيعي، ما فيه لا فلون ولا حتى حاجه، وكيجمد بهاد الفاكهه سبحان الله. كيجي ديسير غزال. ولا بغيتو ديروه طبقه ديروه، تقدروا ديروا الكاكي وتقدروا ديروا شي تصرو عاوتاني للتشين وديروه مع الكاكي وطحنوه وديروه من الفوق. المهم بزاف ديال الاشكال، اللي بغى شي حاجه يديرها. انا غير تقاسمت معكم داكشي اللي كندير. ندير شويه ديال اللوز هنايا بغيتو تبدلوا هكا. ديسير ولا هكا الفطور الوليدات ما كيبغيوش يفطروا، ملي كيمشيو للقرايه غير هذا كافي صافي. غادي نصاوب واحد شويه الكراميل. هانتوما البنات درت شويه ديال الكراميل على داك الكاجو، درتو غير في الميكا. نيس لي كراميل كان عندي في الثلاجه وزوقت به هكا. المهم ابديعوا يا البنات ابديعوا. اختكم كتوريكم وانتم بدعوا داكشي اللي بغيتو.
هانتوما هذا الشكل ديالو كيفاش كيجي هكا. هانتوما وما فيه لا فلون لا حتى حاجه، راكم شفتوا مطحون غير بالحليب وداك الكاكي، كيجي غزال، كيجي فن هكا. بنتي ذوقي بغيتو ديروش السكر نهائيا ما ديروش، انا درت واحد جوج معالق، اللي بغا ما يديروش كيجاك بنين. هانتوما البنات قابط راسو بحال اللي دايره شاصيات ديال الفلو، والله ما فيه لا فلو لا نشا لا حتى حاجه، غير داك المكونات اللي وريتكم. يعطيك الصحه بصحتكم بنتي، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم. وهانتوما نكمل معكم مع السفه، شوفوا السفه